بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم سيدي من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك وعلى ابنتك فاطمة المهضومة المظلومة ذات الآلام الكثيرة في المدة القصيرة. ألا لعن الله من ظلمها وغصب حقها ومن آذاها وآذى ذريتها وشيعتها ومن والاها. سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا منزل الأحباب ما لك موحشا في مثل هذا اليوم. دار الزهراء موحشة بعد فقدها وبعد رحيلها. يا منزل الأحباب ما لك موحشا بزهرتك الأرياح أودت بما تسفي. تعفيت يا ربع الأحبة بعده فذكرتني قبر البتولة عفي شجاها فراق المصطفى واهتضامه لدى كل رجس من صحابته جلفي فآبت وزند الغيظ يقدح في الحشا. تعثر بالأذيال مثنية العطف وجاءت إلى الكرار تشكو اهتضامها ومدت إليه الطرف خاشعة طرفي. شو تقول لي أمير المؤمنين؟ تقول له أراك تراني وابن تيم وصحبه يسومونني ما لا أطيق منها الخسفي
ويلطم عيني. يعز عليك يا غيور تسمع هذه الكلمات. ويلطم عيني نط عينيك ناصب العداوة اللي بالضرب مني استشفي لمن أشتكي إلا إليك ومن به ألوذ وهل لي بعد بيتك من كفي وقد أضرموا النيران فيه وأسقطوا يا جنيني فوا ويلاه منها تقل يا حامل حماية يا داحي الباب يا لبن وذيوم الأحزاب ودون النبي تتلقى الأحراب وتوقع شبيح النذل نشاب. والله للزهرة تسمع منها الأعتاب يا حيدر وتنظرها إلى النياب ولا تنفض السيف من الأقراب. والله من هيستهم لأجل الأحجاب العذايات وعصرها ورا الباب والكسرة وضلعها والصدر عايب. بعد الزهراء تريد تتكلم يا أمير المؤمنين تقول طلعت للباب لكن ما علي عجاب. والله حسبي الرجس من الذي يدخل في البواب. والله يا عصرني وجني أيست منه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. أعزاء لسيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان ولشمولنا في هذه الساعة بألطافه وعناياته، عطر المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. من الثابت في التاريخ أن النبي صلى الله عليه وآله حينما كان يحصل على مال من الأموال إنما ينفقها ولا يدخر شيئا لنفسه. الشيء مملوءة كتب التاريخ بأن النبي صلى الله عليه وآله ما كان يدخر شيئا، وإذا ادخر شيئا إنما يدخر ما يساوي قوت يومه. حتى في الرواية المعروفة لما ذبح شاة وأخذ بتقسيمها وزعها على المسلمين، فقالت له
إحدى نسائه: يا رسول الله ما بقي إلا كتف. يريد يوزع بعد، يريد ينطي. قالت له: بعد ما بقى إلا كتف. قال لها: بل ما نفد إلا كتف، يعني إذا خلينا هذا الكتف هو اللي راح يروح هدر، اللي تنطيه هو اللي يبقى. فالنبي صلى الله عليه وآله لا يترك شيئا في حوزته، هذا معروف بين المسلمين. بل حتى أن المسلمين تعلموا من هذه الخصلة النبوية، وكان من بينهم من ينفق الأموال التي يحصل عليها. أكثر من ذلك، النبي صلى الله عليه وآله حينما كان يحصل على بعض الأراضي مثلا، على بعض الغنائم، إنما يوزعها من حينها، حتى ما يأخرها، يوزعها. يذكر البلاذري في فتوح البلدان يقول: إن النبي صلى الله عليه وآله أقطع بلالا أرضا فيها معادن وفيها جبال، يعني أرض شاسعة انطاها البلال. وأقطع الزبير بن العوام أرضا، وأقطع أبا جناد الأنصاري أرضا فيها نخيل وفيها زرع. كان يعطي النبي صلى الله عليه وآله بأبيه وأمه. ومن بين الأراضي التي أعطاها النبي صلى الله عليه وآله وبأمر من الله عز وجل هي أرض فدك. فدك من الأراضي التي حصل عليها النبي صلى الله عليه وآله بالصلح مع اليهود في السنة 7 للهجرة. وهذه الأرض حينما حصل عليها هبط الأمين جبرائيل بالآية المباركة: وآت ذا القربى حقه. فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا حبيبي يا جبرائيل، ومن أعطيها من القربى؟ فذا القربى علي بن أبي طالب سلام الله عليه من القربى، الحسن سلام الله عليه من القربى، الحسين من القربى، فاطمة من القربى. يقول: فقال له: يا حبيبي يا رسول الله، إن الله عز وجل يأمرك أن تهب فدك لفاطمة سلام الله عليها. الإمام الكاظم سلام الله عليه كما في رواية يتكلم مع المهدي العباسي، يقول: فبعث النبي صلى الله عليه وآله إلى فاطمة فقال لها: يا ابنتي، إن الله عز وجل وهبك فدك. قالت: قد قبلت من الله عز وجل ومن رسوله، أنا قبلت، لكن يا أبا يا رسول الله لا أحدث فيها حدثا، ما أسوي بها أي شيء ما دمت حيا، فإنك أولى بنفسي وبأموالي. وهو فعلا هو هذا بالفعل، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. كل المؤمنين النبي صلى الله عليه وآله أولى بهم من أنفسهم. يقول: فقال لها: يا بنيه، إني أخاف عليك أن تكون هذه سبة من بعدي عليك، فيمنعوك ولا يعطوك حقك، ولكن أشهد شهودا. جاب المسلمين أشهدهم على أرض فدك، وأخذ يقسم الأموال بعد أن عزل قوت فاطمة سلام الله عليها من الثمار. وزع هذه الأموال على فقراء المسلمين بأمر من النبي صلى الله عليه وآله. يقول الإمام الكاظم عليه السلام: فكانت هذه الأرض يتصرف بها النبي صلى الله عليه وآله إلى أن دنت منه الوفاة. إذن فدك وأرض فدك قضية إلهية، الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وآله، وكل أفعال النبي صلى الله عليه وآله هي أفعال من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن هذه المفردة، هذه المسألة أرض فدك، كانت بأمر من الله عز وجل وبآية صريحة: وآت ذا القربى حقه.
طيب احنا اذا الان المسألة وتكون فدك بهذا الوضوح بين المسلمين، ما بال القوم صنعوا ما صنعوا في فدك؟ وقبل هذا السؤال، ماذا تصنع فاطمة الزهراء سلام الله عليها بفدك؟ شو تسوي فدك؟ الزهراء سلام الله عليها كان معروفا عنها أنها تتصدق بالغالي والثمين، بأعز ما تملك تتصدق به، وهي مصداق لقول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أهل البيت سلام الله عليهم كلهم كانوا مصداقا لهذه الآية المباركة. وإلا بالله عليك، شنو يعني أنت لما تقرأ الإمام الحسن عليه السلام خرج من أمواله مرتين؟ أنت شايف يعني هذا معنى هاي العبارة شنو؟ خرج من أمواله، يعني أنا الآن أموال بيتي وسيارتي وكل شيء عندي أملكه أنطيه في سبيل الله عز وجل وأبقى صفر اليدين. الإمام الحسن سلام الله عليه في روايات، عندنا بعض الروايات تقول قاسم أمواله مناصفة بين الله عز وجل، بينه وبين الله عز وجل، يعني أنت نصف من أمواله. وعندنا بعض الروايات تقول أنه أعطى أمواله وخرج من أمواله مرتين، خرج من أمواله، كل شيء ملكه يخرج من عنده. فشنو قيمة فدك اللي الزهراء سلام الله عليها كما في الخطبة الفدكية وكما في هذه الحادثة، ماذا تصنع الزهراء سلام الله عليها بفدك؟ فدك لم تكن مسألة عادية. كانت الزهراء سلام الله عليها حينما يتصدق رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الأموال للمسلمين، ترى أن المسلمين ينتفعون من هذه الأموال. هذا شيء مهم. أنت شايف الإنسان الكريم لما يجي ضيف مثلا، لما يشوف الضيف يأكل من مائدته من سفرته، هذا نفسيا يرتاح. الزهراء سلام الله عليها لما تعرف بأن المسلمين الجياع من المسلمين، الفقراء من المسلمين يأكلون من هذه الأموال، الزهراء عليه السلام يرجع لها النفع، بالتالي النفع الأخروي مو النفع الدنيوي. هذا من جانب. الجانب الآخر إن الزهراء سلام الله عليها حينما طالبت بفدك، كما يذكر الشهيد الصدر الأول أعلى الله مقامه كما في كتابه فدك في التاريخ، يقول فدك إنما أخذت لأنها مسألة سياسية. أنت تعرف إذا أمير المؤمنين سلام الله عليه عند هذه الأموال الطائلة بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله، والنبي صلى الله عليه وآله كان في حياته يوزع هذه الأموال، ويستمر أمير المؤمنين سلام الله عليه يقسم هذه الأموال، راح المسلمون يلتفون حول النبي حول أمير المؤمنين عليه السلام، وبالتالي هذا مو بمصلحة الناس، القوم مو مصلحتهم هذا الشيء، لا يرضون أن يبقى أحد من الناس حول أمير المؤمنين سلام الله عليه. من هنا تعرف الرواية. طبعا عندنا حادثتين عن الإمام الكاظم سلام الله عليه. الحادثة الأولى مع المهدي العباسي لما استردت الظلامات، الناس أخذت ترجع الأشياء اللي أخذت منها، صودرت. يجي يقول له للخليفة العباسي، يقول له في زمن بني أمية أخذ مني مثلا، أخذت الدار الفلانية، يرجعها لهم. يقولون فجاء الإمام الكاظم سلام الله عليه قال له لي حق لم يرجع إلى الآن. قال له يا ابن رسول الله وما هو حقك؟ قال له فدك. المهدي العباسي اتوقع المسألة هينة بسيطة، قال له حددها لي لكي أرجعها لك. شنو قال له؟ قال له حدها من أعلى الأراضي عدن، يعني من اليمن، ومن أقصاه مصر، ومن الشرق البحر إلى أن قال له هذا كثير وننظر لعلنا أرجعناها.
ما يقدر يرجعها، لأن هذه تدري يعني إذا رجعت هاي الحدود لأهل البيت سلام الله عليهم هذا مو بصالح الخليفة. حادثة أخرى يقولون هارون العباسي اتكلم مع الإمام الكاظم سلام الله عليه، قال له: يا ابن رسول الله حدد لي أرض فدك لكي أرجعها إليه. قال له: إذا حددتها لا ترجعها، إذا أنا حددتها ما ترجعها. هو فعلا يدري قبل كان المهدي لم يرجعها، فحددها بهذا الحد، بنفس هذا الحد. يقولون فأربد وجه هارون وصار أسود، وقال: لم يبقى إلا العرش، فتحول واجلس مكاني. إذن بعد ما بقى شيء، ما خلت إنه فد شيء. فإذن فدك ما كانت مسألة أموال، لا، مسألة إمامة، مسألة حق للمسلمين عامة، يرجع نفعه للمسلمين عامة. وإلا بالله عليك، يعني أنت إذا تريد تسأل هذا السؤال، النبي صلى الله عليه وآله كما ذكر البلاذري في هذا النص اللي ذكرته قبل قليل، أقطع مجموعة من الأراضي للمسلمين، انطى للزبير، انطى لأبي جنادة، انطى لبلال، انطاهم أراضي. خوش معنى هذه الأرض تؤخذ ولا تؤخذ تلك الأراضي؟ شنو السبب يعني؟ أكو فد شيء لابد أكثر من هذا. يعني لما توفي النبي صلى الله عليه وآله قام الأول قال: من كان له على رسول الله حق أو دين فليشهد أو فليدلي بما عنده وليأخذ حقه، أعطيناه حقه من بيت المال. يقول: فقام جابر بن عبد الله الأنصاري ذكر شيئا فقال: أعطوه من بيت المال، ما طلب من عنده شاهد. لما تصل المسألة للزهراء سلام الله عليها، اللي النبي صلى الله عليه وآله يقول: روحي التي بين جنبي، فاطمة بضعة مني وأنا منها، وفاطمة فاطمة فاطمة اللي يذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله، وتجي الطالب بحقها يقول لها: هل لديك شاهد على ذلك؟ قالت له: نعم، علي بن أبي طالب والحسن والحسين وأم أيمن. تشوف الرجل يرد هذه الشهادة، ما يقبل شهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه. شوف يعني حقيقة، يعني المسألة لم تكن إلا مسألة سياسية كما يقول الشهيد الصدر الأول رضوان الله تعالى عليه، ولم تكن إلا هضما لحق الزهراء وغصبا لحقها وإيغالا في إيذاء الزهراء سلام الله عليها. من هنا تعرف أن مصادر المسلمين، صحاح المسلمين، يقولون: ماتت فاطمة سلام الله عليها وهي غاضبة واجدة على الأول والثاني، على أبي بكر وعمر. هذا بصحاح المسلمين تذكر، غاضبة الزهراء سلام الله عليها. نعم، هكذا كانت الزهراء سلام الله عليها بأبي هي وأمي، كانت واجدة على القوم، غاضبة عليهم، إلى أن دنت منها الوفاة، مسلوبة الحق، مكسورة الضلع، محمرة العين. آجركم الله يا مؤمنون، ما هي إلا أيام قلائل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، بعد رحيل النبي، وإذا بالزهراء سلام الله عليها تنعى نفسها لأمير المؤمنين. تقول الرواية، تقول في آخر ليالي وآخر أيام للزهراء سلام الله عليها دخلت إلى دارها بعد أن اغتسلت وغسلت للحسن والحسين وبدلت ثيابهما، وأمرتهما أن يذهبا إلى قبر جدهما لوحدهما. دخلت إلى دارها وأمرت أسماء بنت عميس، قالت لها: يا أسماء، أنا داخلة إلى داري أقرأ القرآن، إذا سمعتي صوتي وإلا فناديني، إذا سمعتي جوابي وإلا فاعلمي أني قد لحقت بأبي رسول الله.
آجركم الله يا مؤمنون، الزهراء عليها السلام تقرأ القرآن، تتلو القرآن، وأسماء تستمع إلى صوت الزهراء ما هي إلا لحظات، وإذا صوتها قد انقطع يا مؤمنون نادت يا بنت رسول الله، ما سمعت صوتا، صاحت سيدتي يا فاطمة، لم تسمع جوابا، دخلت عليها وجدتها قد غطت وجهها، رفعت الغطاء من وجهها، وإذا بالزهراء قد فارقت روحها بدنها، صاحت وفاطمة وبنت رسول الله. بهذه الأثناء وإذا بالحسن والحسين دخلا إلى الدار. هنا أسماء قالت لهما يا ابني رسول الله تعالى لكي أضع لكم الطعام. قالا يا أسماء متى عهدتنا نأكل من دون أمنا؟ أرادت أن تمنعهما، ما استطاعت، دخلا على أمهما، وإذا بالحسن والحسين وجدا أمهما ميتة. الحسن جلس عند رأسها، الحسين عند قدميها، نادى أمه يا فاطمة أنا عزيزك الحسين كلميني، ما كلمتهم. يقول خرج الحسن والحسين مسرعين مهرولين إلى مسجد رسول الله باكيين. نظر المسلمون قالا ما بكما يا ابني رسول الله؟ هل تذكرتما جدكما رسول الله فبكيتما؟ شنو كان جواب الحسن والحسين؟ قال لا، أوليس ما تذمنا فاطمة؟ يا مؤمنون لما سمع علي أمير المؤمنين يقولون قام وسقط على وجهه، نادى لمن العزاء يا فاطمة؟ أنت السلوى بعد رسول الله، واليوم لا سلوى ولا عزاء لي بعدك. يا محسن وحسين مذبحهم يصب، وهذه زينب تونونتها القلب، الصيح يا يمه ترى فراقك صعب، وعقب يومك تمني تمنيتي. هاجركم الله زينب عليها السلام وقفت تنظر إلى أمها الزهراء، نادت أماه يا فاطمة كلميني، ما كلمتها الزهراء. أماه أقسم عليك بجد رسول الله كلميني، ما سمعت جوابا. تقلها يما بقيت بعدك يا الحنينة، وحيدة وحايرة ولها وحزينة، أصد الوالد واسمع ونينة، على فرقات ذابت منه الروح. يا يما بقينا من بعدك يتامى، يا يما الليل عقبك ما نام، يا يما الدهر صوب نفسهامه، واشوف قبال عين طولك يلوح. هاجركم الله يا مؤمنون. أمير المؤمنين نفذ وصية الزهراء، غسلها كفنها شيعها، لكن كيف شيع الزهراء؟ شيعها ليلا لا نهارا، سرا لا جهارا. دفن الزهراء سلام الله عليها، التفت إلى رسول الله، إلى قبر رسول الله، قال له السلام عليك يا رسول الله، هذه الأمانة قد ردت إليك، هذه الوديعة قد ردت إليك يا ابن العم، فاسألها عن الحال تخبرك عن ما صنع القوم. قل له يا ابو ابراهيم الوديعة عنتك،
والله اختبرها وشوف حالة بضعتك، لابد تخبرك عن اشرار امتك، وحمرة الليلة يحب عيناها، وجلب بيمناك من عدها الجسم، وشوف يا ابن العمض لحل من الشم. هاجركم الله أمير المؤمنين كان يبقى عند قبر الزهراء يقرأ القرآن. في ليلة من الليالي يقول اخذته اخفاء، واذا به يرى في المنام كأن الزهراء قالت له يا امير المؤمنين اذهب الى الدار. ليش يا زهراء؟ قالت له ان زينب قد استيقظت مرعوبة خائفة. يقول جاء أمير المؤمنين وجد زينب واضع رأسها بين ركبتيها تبكي. أقول سيدتي يا زهراء، أنت ما تحملت زينب عليها السلام في دارك في دارها تبكي لوحدها؟ أجل كيف لو رأيتها ليلة 11 من المحرم، لا محامي ولا كفيل، تقول بقيت محيرة واصفج باليدين، لا عبايا ياس يمرال ولا حسين، يضربوني يا من ابكي وتدمع العين، او تبقى عبرتي بصدر تكسر. ابيات الدعاء. عاد زينب ليله 11 من المحرم ندبت امها الزهراء. شلون تكلمت مع الزهراء بلسان الحال؟ تقلها تعالي تعالي يا ام حسن يا ام تعالي، والله تعالي وشوف كربلاء سوت بحالي. تقلها انا يمك يا يمه مو بعيده، وشفت حسين من حزوري يمه 3 أيام هالساكن البيده، نوب اقعد واشم من وريده يا او نايب انهض وادور خنصري. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. يا الله نسألك اللهم وندعوك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. يا الله اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والمشركين والمنافقين يا أرحم الراحمين. يا الله اللهم انصر شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين. يا الله اللهم من كانت له حاجة اقضها بحق فاطمة الزهراء. إلهي من سألنا الدعاء اقضي حوائجهم وحوائجنا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. يا الله إلهي من كان مريضا أو له مريض اشفه بحق فاطمة الزهراء. يا الله المؤسسون لهذا المأتم المبارك من عقد المجلس لأجلهم وبسببهم، اللهم ابعث ثواب هذا المجلس لهم ولأمواتهم يا أرحم الراحمين. يا الله اللهم أخلف علينا وعليهم خيرك وبركاتك يا أرحم الراحمين. يا الله وإلى أموات المؤسسين والجالسين والسامعين، العلماء والشهداء الصديقين، من ليس لهم وارث يذكرهم، بلغ اللهم ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على
وأنت تشغل فكرك